هو انتوا فاكرين اقدر اعدي موسم البرتقال كده وخلاص من غير ما اسلقه في الميه المغليه واعمل احلى وصفه بتكفيني طول الشتاء؟ ما اقدرش استغنى عنها ابدا. لازم تكون في تلاجتك يا فوزيه، يعني فيتامين سي ومناعه وكمان توفير، مفيش احلى ولا اسهل من كده. شوفي لو هتشتريها من بره بتكون بكام، ده لو لقيتيها اصلا بنفس الجوده ولا نفس الطعم. تعالوا نشوف وصفه النهارده اللي هتقولوا عليا في الاول مجنونه، بس لما تجربوها والله هتدعولي. قبل ما نبدا كده صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شجعوا حبيبتكم حورية بأجمل لايك علشان نستمر في كل جديد. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. في الاول كده معايا حله على النار هحط فيها ميه بتغلي، او ممكن تحطي ميه عادي من الحنفيه، المهم نسيبها تغلي. انا هسيب كده الميه دي لحد ما تغلي معايا. بعد ما تغلي بقى معايا كيلو ونص من البرتقال، انا غسلاه كويس قوي قوي، لازم تكوني غسلاه طبعا. وبعدين هنسلقه في الميه اللي بتغلي دي لمده 10 دقايق. بنت يا حوريه، احنا مش لاقيين فلوسنا في الارض ياما، هبوظي البرتقال ولا ايه؟ لا استني بس عليا، انا عمري خذلتك قبل كده، دايما بتاخدي وصفاتي بكل ثقه. فهنا بقى حطيت البرتقال وهسيبه يغلي زي ما اتفقنا 10 دقايق، بس من وقت للتاني لازم نديله تقليبه علشان انا مش عاوزاه يستوي ولا عايزه القشره من بره تتهري. فخلي ايدك فيه كده وقلبيه، ولازم تكون الميه بتغلي بالشكل ده. طيب قولي لنا يا بنتي يا حوريه، هو ايه فايدة الخطوة دي؟ الخطوة دي حبايبي بنقلل قوي من مرارة البرتقال، بننزل مرارة البرتقال في المية المغلية دي. هتلاقوا انتوا بصوا المية كانت صافية وجميلة اول ما حطينا البرتقال. شوفوا المية لما نيجي نطلع البرتقال هتكون عاملة ازاي، لونها بيكون مصفر كده، مش مصفر كمان، ده مخضر كمان شوية. يعني كل المرارة بتنزل في المية المغلية دي. واحنا برضو مش عاوزين نقطع البرتقال قبل ما نغليه، علشان احنا عاوزين كل الفايدة اللي فيه. يعني كنت ممكن اقطعه الاول وبعدين اغليه، بس بجد لو عملتي كده يبقى ضيعتي الفايده اللي فيه كلها. خلاص بقى بعد ما اتاكدت ان هو تمام التمام وريحته فحفحت وملت البيت كله، طلعيه بقى. بصوا هتلاقوا لونه فتح كده شويه، مش مشكله خالص، وهتلاقي لون الميه اتغير كده، وده من مرار البرتقال زي ما اتفقنا. كمان حتى الحله اتاكسدت. ليه بقى؟ علشان ده كله فيتامين سي. يلا بقى نشيل بقى الحله بتاعتنا ونجيب البلانشه ونبدا بقى نقطع البرتقال. انا هقطع البرتقال بتاعي، هقطعه ترانشات ترانشات كده رفيعه قوي، زي سلايس كده رفيعه قوي. شايفيني في الانجليزي يا ولاد؟ شفتوا سلايس دي؟ سلايزز. بص هنشيل الحتتين اللي هما بيكون لونهم ابيض دول، اللي ملهمش اي لازمه خالص. اما الباقي هنبدا نقطعه كده ترنشات. طيب اقول لك بقى على تركه حلوه علشان الوصفه دي تطلع معاكي ناجحه. لما تيجي تجيب البرتقال، نقي البرتقال اللي قشرته خفيفه. هو انت هتهزري بقى يا فوزيه؟ هو انا هعرف البرتقال قشرته خفيفه منين؟ لما تكون البرتقانيه ناعمه خالص كده وملساء، اعرفي ان دي قشرتها تكون رفيعه جدا ورقيقه وخفيفه. لو لقيتي البرتقانه المجعلصه التخينه ديت اللي هي الخشنه، اوعي تجيبيها للوصفه دي، لان هتكون القشره بتاعتها تخينه جدا وهتمرر ومش هتكون حلوه. فهاتي دايما البرتقال اللي يكون ناعم ده. بصوا شايفين القشره رقيقه خالص ازاي؟ هو ده المطلوب. هنا دي حركه ما تاخدوش بالكم، هعمل لكم النهارده حركات كتير قوي في الفيديو ده. الفيديو ممتع قوي وتصويره ممتع قوي. يعني اصلا وانا بعمل الفيديو بصوا كنت بعمل الحركات دي علشان القط صوره بس مش اكتر. فقلت بقى انتوا اخواتي مني وعليا. هنا كده كنت باكل لكم البرتقانيه حته يعني منها بقشرها عشان اثبت لكم ان هي مش مره ولا اي حاجه خالص. احنا المراره اللي فيها نزلت في الميه. خلاص بقى قطعنا البرتقان كله ترنشات. هنجيب طبق كده كبير وهحط فيه البرتقان وهحط عليه كوبايه ونص من السكر. انا قلت لكم معايا كيلو ونص برتقان، هحط له كوبايه ونص سكر. 2 كيلو نحط كوبايتين، يعني لكل كيلو كوبايه سكر يا حوريه. خلاص بقى هنقلب كله مع بعض بالشكل ده كده، ويفضل بقى تسيبيه اقل حاجه ساعتين يتشرب كده ويشرب كده من السكر ويكون زي الفل. طيب هو احنا لازم نقطعه ترنشات يا فوزيه؟ لا عادي، ممكن تقطعيه مكعبات. ايه رايكم في الحركه دي؟ بقول لكم الفيديو كله لعب النهارده والله، بس فيديو ممتع بجد. خلاص بقى خلصت. انا كنت يعني فيديو ممتع بالنسبه لي، كنت مستمتعه بصراحه وانا بصوره. جبت بقى الطاسه بتاعتي او الحله زي ما تحبي، ونزلي فيها البرتقال. طبعا انا ما سبتهوش ساعتين، لكن لو سبتيه ساعتين او سبتيه من بالليل للصبح هيكون احلى كمان. عاوزه بقى اقول لكم على سر والله العظيم يتاكل كده،
يتاكل كده. انا عماله اكل فيه لاني بقول لكم بقى ليه عماله اكل فيه زي التفصه كده. انا وانا باكل وانا لما دقته فهو طعمه في بقي مش قادره بصراحه اتنازل، يعني انا مش قادره اتنازل طعمه في بقي، فريقي جاي عليه، فاهميني؟ انا لو ما دقتوش من الاول ما كانش زماني فضلت اكل طول الفيديو، لكن علشان دقته فطعمه بقى يعني ريقي جري عليه جامد. بصوا في الاول اول ما بنحطه بيكون منزل الخلاصه بتاعته اللي هو زي عصير برتقان كده، مش بتضيفي له ميه ولا اي حاجه ابدا. سيبته بقى حبايب قلبي على نار عاليه لمده نص ساعه، وبياخد وقت شويه بس بيكون رهيب في الاخر. بصوا بقى انا الكاميرا الاماميه دي ظالمه الصوره 100%، هصورها لكم دلوقتي بالكاميرا الخلفيه وهتشوفوا اللون البرتقاني الحقيقي تحفه ازاي. فهنا حبيت بقى ازود اللون كده واخليه شكله حلو، فحطيت سنه كده من لون الزعفران او بودره الزعفران عليها معلقتين 3 من الميه، ونزلت بيهم على البرتقان. ودي ملهاش اي لازمه خالص غير ان هي بتحلي اللون، مش اكتر من كده، يعني مش حاجه ضروريه خالص. قلبي بقى وسيبيه بقى على نار هاديه. بعد ما قلبتي كده سيبيه على نار هاديه لمده نص ساعه كمان، يعني هياخد معاكي حوالي ساعه يا حوريه. بصي الجمال، الله بجد انا عماله اكل من حلاوته. طبعا طول ما الصوص اللي تحته ده لسه خفيف كده وما ربطش يبقى لسه، فسيبيه بقى يستوي تماما. وتعالوا اوريهولكم بالكاميرا الخلفيه، شكله ما شاء الله حاجه كده تشهي. بصوا كده من قريب بقى، ده كده بالكاميرا الخلفيه، اما الكاميرا الاماميه مفتحه الصوره بطريقه غير طبيعيه، بجد يجنن، يستاهل بقكم. يلا بينا بقى، هو خلاص كده يعتبر استوى معانا وهنبدأ نغرفه. فيلا بينا نقول الدعاء واحنا بنغرف مربى البرتقال. احلى مربى برتقال، صحية ومغذية، ريحتها رهيبة. الناس اللي بتحب المزازة، هي مش مزة، هي رهيبة، نفسي تجربوها لو في برتقانية واحدة، والله تحفة بجد، رهيبة بجد. يلا بينا بقى نقول الدعاء وهكلمكم بعد الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي العلبة دي لما تحطيها في التلاجة هتفرحك، هتخلي ريحة البيت والمطبخ والتلاجة كلها برتقان، وهتستمتعي وانت بتاكلي سندوتش مغذي وصحي وكمان اقتصادي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تشجعوني وتدعموني بلايك للفيديو وشير. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.